في مساء هذا اليوم بأحد نزل بسيدي بوسعيد، أشرف كل من وزير السياحة التونسي ووزيرة السياحة الفرنسية على ندوة صحفية أعلن خلالها السيد جمال جمرة أنه تم التوقيع على عدد من الاتفاقيات في مجال السياحة مع فرنسا، مبينا أن هذه الاتفاقيات تتعلق بالتعاون الذي يهدف إلى دفع التمويلات الصغيرة والمتوسطة الحجم في مجال السياحة. كما قال أن تونس مفتوحة لجميع الزوار وخاصة منهم القادمين من فرنسا، وبين الهدف المنشود يتمثل في الوصول إلى رقم المليون من السياح الفرنسيين في تونس خلال هذه السنة، وأبرز أهمية العلاقات المتينة بين البلدين والوضع السياسي الذي وصفه بالممتاز بين تونس وفرنسا. زيارة دولة يقوم بها رئيس فرنسي بعد الثورة، فهي معناها سيمبوليك هامة وفيها دعم للثورة التونسية، كذلك دعم لتونس على العديد من المستويات، لا سيما المستوى السياسي والاقتصادي، وفي يهمنا نحن السياحة، حيث أن الرئيس هولاند أرسل رسائل عديدة إلى الأصدقاء الفرنسيين القدوم للسياحة إلى تونس، وقال بصريح العبارة أن الوجهة التونسية وجهة الأماكن السياحية التونسية هي من أسلم الأماكن السياحية في العالم، وهذه رسالة طمأنة كبيرة للفرنسيين، وكذلك تعبير عن الواقع اللي تعيشه مناطقنا السياحية بتونس.